فجأة بتلاقي فراغ مدور في فروة راسك، ولا حرق ولا حكة ولا قشرة ولا الشعر بيقع زي العادي. الثعلبة مرض مناعي ذاتي، يعني جهاز المناعة اللي المفروض بيحمينا من الميكروبات اتلخبط وبدأ ياكل بصيلات الشعر كأنها جسم غريب من غير ما يدمرها بالكامل. عشان كده الشعر عند جزء كبير من المرضى بيقدر يرجع تاني مع العلاج او حتى لوحده في بعض الحالات. ليه اتسمت الثعلبة؟ عشان شكل البقعة الصلعاء المدورة او البيضاوية في فروة الراس بيشبه الفراغات اللي بتبان في فروة الثعلب. مين اكتر ناس ممكن يجي لهم الثعلبة؟ اي سن، من الاطفال لحد البالغين، لكن كتير من الحالات بتبدا قبل سن ال40 اللي عندهم تاريخ عائلي لامراض مناعيه. ثعلبة، بهاق، سكر نوع اول، امراض غده درقيه مناعيه. ده مش معناه ان لازم يجي لك الثعلبة لو عندك تاريخ مرض، لكن احتمال اكبر عن الاشخاص السليمين. هل التوتر سبب مباشر؟ اللي معروف ان الثعلبة مرض متعدد العوامل، جينات واستعداد مناعي وعوامل تحفز او تظهر المرض زي ضغط نفسي شديد، عدوى، تغير هرمونات، واحيانا تطعيم او جراحه. التوتر مش لوحده السبب، لكن ممكن يكون ازدناد لشخص اصلا عنده قابليه. الثعلبة مش عدوى ومش شامبو ولا زيت ولا صبغه، ومش دليل ان الشخص مش مهتم بشعره. هي في الاساس مشكله مناعيه حوالين البصيله.